السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. وبرضو مش هقول لك لايك وشير والكلام دوت، وهبدأ في الموضوع على طول. معانا شوية أخبار كده تيكاواي، بس أخبار حصرية ومهمة. هنبدأ بأخبار الأهلي، نادي الأهلي الأول، ثم بأخبار نادي الزمالك، واللي أنت هتفهم منها إن أحيانا المصلحة بتحكم، وحب الكرسي والسلطة ممكن يخليك تتحول وتغير كلامك. المهم نبدأ الأول في أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي أول خبر عندنا إن فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن إن قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم 7 سبتمبر القادم، وهتقام في إحدى فنادق جدة بالسعودية بمشاركة الأهلي وباقي الأندية المشاركة في البطولة. وده الخبر عندنا بيقول حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد 7 سبتمبر المقبل موعدا لإقامة قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال من فترة من 12 ل 22 ديسمبر 2023. وأكد الفيفا أن القرعة ستقام بأحد فنادق جدة، مدينة جدة، يوم 7 سبتمبر المقبل بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة. والفرق المشاركة دي ومن اللي هي عندنا مانشستر سيتي الإنجليزي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، أوراوا الياباني، والأهلي المصري، واتحاد جدة السعودي، إضافة لبطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس. دول الفرق المشاركة، ال7 فرق المشاركة في كأس العالم للأندية، اللي الأهلي طبعا يعتبر هو من أكتر الأندية المشاركة فيها، طبعا بعد أوكلاند سيتي. وزي ما قال لنا كده إن هي هتبقى من يوم 12 ل 22 ديسمبر. ده أول خبر. الخبر الثاني صفقة الأهلي القادمة بالاسم، هقول لكم عليها اهيت. في لاعب اسمه مصطفى أشرف، ده بيلعب في الدوري الألماني. اللاعب دوت كان بيراميدز والزمالك حاولوا يتفاوضوا معاه، فبعد كده الأهلي بعت عرض وبدأ يتفاوض معاه. ده حديثا آخر عرض راح له اللي هو الأهلي، فاللاعب فضل عرض الأهلي. وهنقول لكم الخبر اهو. تلقى مصطفى أشرف، لاعب نجم وسط فريق بروسيا مونشن بلاخ الألماني، عروضا من بيراميدز والزمالك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان اللاعب تلقى عرض من النادي الأهلي في الأيام الماضية بعد أن نال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء. يعني كولر عجبه اللاعب مصطفى أشرف دوت، ووصى إن هم يتعاقدوا معاه، وده اللي حصل. رفض بقى مصطفى أشرف عرض الزمالك وبيراميدز للتعاقد معه في الفترة الحالية، وتمسك بالانتقال لصفوف الأهلي في فترة انتقالات الصيفية الجارية ليكون ثالث صفقات المارد الأحمر. يعني مصطفى أشرف دوت ده في الدوري الألماني زي ما قلنا، وهيكون طبعا بعد صفقة إمام عاشور وبعد رضا سليم هو ثالث صفقات المارد الأحمر. وأعتقد إن مفيش حد قالك على الخبر دوت في قنوات تانية. ده بالنسبة للخبر الصفقة الجديدة للنادي الأهلي. الصفقة بقى أو الخبر اللي بعده خبر رأفت خليل، لاعب الأهلي. كان المفروض جاله عروض من أندية قطرية بمقابل مادي كويس جدا، لكن اللاعب تمسك، أو كولر تمسك باللاعب وقال إن أنا محتاجه، وتمسك باللاعب وفضل اللاعب في النادي الأهلي ومتمسك بيه، وقال إن هو موهبة ومش المفروض إن إحنا نفرط فيه. وهنا نقول ان كولر فعلا مدرب محترم، مدرب كويس جدا. لو بصيت كده هتلاقي الراجل بيحاول يدور اللعيبة، يستفيد من اللعيبة الناشئين، بيجيب صفقات ممكن تكون قليلة بس النادي محتاجها، وتكون صفقات إلى حد ما تفيده في تفكيره الكروي وفي خططه. وفعلا هي صفقات مؤثرة. يعني ما فيش حد مثلا يختلف على إمام عاشور ان هو يبقى مفيد لكولر، لاعب جوكر ممكن يلعبه في اي مكان في الملعب. وبعد كده رضا سليم، واحنا طبعا شفنا فيديوهات لرضا سليم وشفنا مستواه.
بعد كده اللاعب مصطفى اشرف ده من الدوري الالماني، وزي ما قلنا هو مفضل اللي هو يجي الاهلي. عشان كده بنحيي اداره الاهلي وبنحيي كولر على الاستقرار وعلى توفير الموارد الماليه، بحيث يشتروا صفقات جديده بحيث ما يهزوش قوام الفريق الاساسي. عشان الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين بيشارك في كذا مسابقه وفي كذا بطوله، والاهلي التارجت دايما بتاعه ان هو يبقى عاوز يكسب او يفوز بالبطوله ايا كانت البطوله، حتى لو بطوله وديه. تمام، ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي. الخبر بقى بتاع نادي الزمالك، عاوزين نقول ان احيانا المصلحه والكرسي، حب كرسي الرئاسة بيخليك تقول كلام عكس اللي انت كنت بتقوله تماما، او تغير كلامك. وده بنشوفه كتير طبعا على قناة الزمالك. الكلام اللي فاجئني ان احمد مرتضى منصور على قناة الزمالك قال كلام. تخيل يا مؤمن، احمد مرتضى منصور بيشكر في الخطيب، في محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب، وبيشكر في إدارة الأهلي على قناة الزمالك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جاله عشان يغير كلامه؟ هتسألني انا اقول لك دي المصلحة. الدنيا في الزمالك واقعة، الدنيا بايظة، عليهم ديون كتير، القيد موقوف، شيكابالا قلب عليهم، عمل بيان فضح الدنيا، ما بقاش فيه خلاص امل في اي حاجة. زيزو جاي له عرض وينتقل لنادي الشباب، بيتمسكوا بأي قشة أو بأي حاجة، حتى لو هيشكر في محمود الخطيب ويشكر في الأهلي وفي إدارة الأهلي عشان يكسب عطف الجماهير. ده رأيي أنا. فهنا بيقول لك إن أحمد مرتضى منصور، أستاذ أحمد مرتضى منصور رئيس الزمالك المؤقت، بيقول عاوزين ناخد الأهلي قدوة، والنادي الأهلي فعلا قدوة، وكابتن محمود الخطيب نجح، وكابتن محمود طاهر وقف في ظهره، وجمهور الاهلي كله وقف في ظهر كابتن محمود الخطيب. اتمنى يحصل ده في الزمالك، اتمنى يحصل ده في الزمالك. مين اللي بيقول الكلام ده؟ احمد مرتضى منصور. يعني ولا في بقى رجع الساعات يا خطيب، ولا في الخطيب سايبين الخطيب الفاسد وبيحبسون انا، ولا الاهلي مش عارف الدوله بتساعده، ولا وخطيبه فاشل، ولا الكلام اللي كنا بنسمعه ورجع مش عارف الساعات يا خطيب زي ما قلنا، وقصص كده سمعناها كتير. الكلام ده كله اتنسى خلاص، وبقى الخطيب كابتن محمود الخطيب ناجح، وكابتن محمود طاهر في ظهره، وجمهور الاهلي في ظهره، والاهلي بقى قدوه بالنسبه لرئيس نادي الزمالك. فبيطلب من الجماهير تقتدي بيه، وبيطلب ان هم من ادارته يقتدوا بالنادي الاهلي عشان النادي الاهلي ناجح. تخيل بس. ماشي، المصلحه ممكن تخليك تعمل اي حاجه وتقول اي حاجه، الكرسي برضو بيغري. المهم بيقول لك هنا، نكمل الخبر، بيقول لك لو كنتم عاوزين منافسه علينا الا نحارب بعضنا البعض من الداخل. ده مين اللي بيقول؟ احمد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المؤقت، بيقول مش عاوزين نحارب بعض من الداخل. طبعا هو يقصد حاجات كتير، لان بدأ كتير قوي من كباتن نادي الزمالك تهاجم اداره نادي الزمالك بعد بيان شيكابالا، منهم كابتن ايمن يونس بقى وغيره، وطارق السيد على صفحته طبعا قال هقول حاجات كتير وهفضح حاجات كتير، وجاب سيره رجل الاعمال اللي عاوز يعمل اعلانات جوه الملعب نادي الزمالك، والاداره رفضت وعرض 45 مليون وما يعرفش رفضوا ليه، وحاجات كتير زي كده. فهو بيقول بقى مش عاوزين نحارب بعض من الداخل، يقصد الحاجات اللي شبه دي. لكن في الاخر هنقول ان زي ما قلت لكم المصلحه بتحكم، وممكن تخليك تبدل جلدك وتخليك تقول كلام عكس اللي انت قلته تماما، وخليك تعترف ان كابتن محمود الخطيب ناجح، وان الاهلي لازم يبقى قدوه. ده كله اتقال في الخبر، وهسيب لحضراتكم التعليقات، اكتبوا لي تعليقكم كده على الخبر دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه اذا ما كنتش مشترك.